بعد تجربة أكل طيارة مصر الطيران قررنا نجرب قطر تلجم مصر الجديد النهارده يا ريس اللحمه واحده عندك ايه بقى؟ قبل ما نشوف التفاصيل جوه واكل القطر عامل ازاي كان لازم نشوف الاهتمام بره والخدمه العاليه والنظافه. ابتدينا وكانت هنا مفاجأة. افتكرت هتخانق معايا لكن في حضرتك شيش، في أيوة. كاتا، ماشي. في بانيه، في رول، في لحمه مع الرز والخضار بتاعها، عيش وميه وطحينه وكنسه. كان لازم نروح وراه عشان نشوف الأكل بيجهز ازاي. ده بيكون اول انطباع لما تيجي تبص يمينك وشمالك على القطر اللي انت دافع له 200 جنيه. باب بيفتح اوتوماتيك وفخامة، كوريدور واسع ومش هتحتاج تمشي فيه بالجنب، الحمد لله. موظفين بتساعدك تحط كل الشنط والمتعلقات الشخصية فوق. أفراد أمن ما بتركبش غير لما كل الركاب تركب، ولكل عربية فرد أمن واحد. العربية متأمنة بالكامل من كل النواحي، زائد فيها كاميرات من فوق في كل حتة. تفصيليا القطر ده هيوفر لك كل سبل الراحة والإمكانيات اللي انت تتخيلها. العربية كل أنوارها ليدات وبتديك إحساس بالفخامة والراحة. شاشات عرض في كل ظهر كرسي، تتمتع بأغاني وأفلام براحتك. الديزاين والوان القطر معموله عشان تخلي نفسيتك جميله جدا. 2 فيشة كهرباء وشاحن لكل كرسي وسندات رجل وباسكت صغير موجودة في جنب كل كرسي عليه. حمام نضيف جدا، ما بيفرقش اي حاجة عن حمام الطيارة. الزرار اللي على الشمال بيبخ مية والزرار اللي على اليمين زرار صرف. حمام ضيق بس فيه تفاصيل كتير جدا، في فيشة لو احتجت تحط سشوار. لما جيت بشوف فيه صابون ولا ما فيش صابون طلع فيه صابون عادي، والميه في الحنفيه بتشتغل بسنسور. مناديل متوفره على جنب. الجهاز اللي بينشف الايد برضو موجود. الحمام ضيق بس مليان تفاصيل كتير. وكان لازم نبص على مطبخ الطياره القطر. وفر وجبات سخنه، في طاووق، في تشيكن رول، في بانيه، في لحمه، وفي حضرتك فراخ بكاتا. هو كل طبعا الاكل جاهز الاكل جاهز حضرتك. بيبقى كله فريش، بيبقى بيبقى فريش، لسه فندم. معمول صح كده؟ حضرتك هو كله حضرتك بيتسخن بص قبل ما على- بينزل للناس. ايوه. طب في وجبات اصلا غير دي جاهزه؟ في وجبات بتتاكل؟ جاهزه حضرتك يعني في حضرتك طبق سندوتشات زي ده كده. اه. ده جبنه رومي مع فراخ بانيه مع سوسيس شيبسي، طبق حلو زيتون مخلل وكاتشب. في سندوتش بانيه لوحده، في جبنه رومي، في كيك باتيه كروسان، وفي وجبات فطار. الاسعار بتبدا من كام لكام؟ يعني الطبق ده هيبقى بكام؟ الطبق ده حضرتك 43. 43. والبيكاتا والحاجات الجاهزه الفريش ده حضرتك من غير ميه وكنز 85. احمد شعبان. ازيك شيف محسن؟ حبيبي. كان لازم نشوف الكواليتي بتاعت الاكل عامله ازاي. المنيو كبير جدا ومليان حاجات كتير، فكان لازم نجرب حاجه ونشوف الناس دي فعلا في المطبخ واقفه بترتب الاكل والجهاز عشان توديه للناس. فكان لازم نروح نقعد مكاننا دلوقتي ونستنى الأكل. اول انطباع اول ما ينزل لك الاكل بيفكرك باكل طياره مصر الطيران اللي جربناه. هسيب لك الفيديو تحت. وقبل ما ندوق كانت اللحظه الحاسمه. اول ما فتحت الطبق لفت نظري ال10 بطاطسيات والرز معمول بطريقه حلوه عليه زبيب، والفراخ البانيه قطعتين. الوجبه دي معهاش بيبسي ومعاها طبق تحليه ومعاها طبق مخلل ومعهاش ازازه ميه ومعاها 2 كايزر. واكيد بينزل لك معالق ومناديل معطره وملح. وكلمة الحق تتقال، الرز ما كانش نافع خالص عندهم، بس البانيه سميك جدا وحلو وقطعتين كبار. بيجيلك طبق مخلل بيبقى طازه طعمه حلو جدا عادي، والناحية التانية بيديلك طبق تحلية صغنطوط كده بتكون بسبوسة بس متستناش انها اجمد حاجة، وطبعا كيس ملح. الفراخ البانيه طعمها جميل وسميكة وقطعتين كبار جدا، لازم تجربه. ثواني لازم تشوف الفرق. عارفين لازم نشوف الفرق ما بين القطر القديم والجديد اللي احنا فيه ده دلوقتي. الدرجة الأولى في القطر القديم. لا. وبعد ما وصلنا عملنا جولة أكل الشوارع في اسكندرية. هسيب لكم الفيديو في الديسكريبشن. حاطط بصل محروق. ايه ده؟ كرفانات الاكل هعزمك على واحد كان فيه انسان. سر رزقك. بص ادي اول كرسي عشان يعمل صوت، تاني كرسي عشان يعمل صوت، تالت كرسي عشان يعمل صوت، الترابيزه التانية عشان تعمل صوت.
فلو حد فكر يفتح الباب علينا كل دول هيعملوا اصوات. ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة. استنانا الحلقة الجاية.